تخيلوا أن كل سر مخفي وراء جريمة، وكل جريمة تحمل لغزاً لم يكشف بعد. مرحباً بكم في قناة الخياط للقصص الواقعية. استعدوا لتغوصوا معنا في أحداث مثيرة، أسرار مظلمة، وحقائق صادمة. قصتنا اليوم تتعلق بامرأتين صديقتين تسكنان في حي واحد، إحداهما الصغيرة وعمرها 24 سنة، والأخرى الكبيرة وعمرها 28 سنة. لم تكمل الدراسة ولم تعمل إحداهما ثابتاً. حياتهما محورها الحديث عن الزواج. الصغيرة كانت مطمئنة ولا تهتم كثيراً، أما الكبيرة فكانت خائفة لأنها تقترب من 30 وتخشى عدم الزواج، فكانت تشكو وتكثر من الحديث عن الزواج، وكثيراً ما كانت تظهر أنها مستبقة في هذا المجال وتخاف أن تترك خلف أخريات. كانت الخلافات الاجتماعية والغيرة بين الصديقتين قد تصاعدت. الصغيرة كانت تعلق على عروض واهتمامات الرجال أحياناً وتبتعد عن الزواج، بينما الكبيرة كانت دائماً تناقش مسألة الزواج، وتتهم الصغيرة بأنها تنافسها أو أنها ستحظى بما تستحقه هي قبلها. أمور عائلية أخرى في محيطهما، مثل تفضيل الخاطب لأخريات أصغر سناً، تزيد من التجاذب والضغائن. معدلات الطلاق كثيرة، حالات زواج فاشل كثيرة، وفي محيط الحكاية وجدوا حالات طلاق سريعة بعد أشهر أو أسابيع من الزواج. ثم يروى أن الصغيرة تزوجت شاباً يعمل سائقاً لشاحنة كبيرة، ينقل مواد غذائية وزيوت أو وقود. كان هذا الشاب متديناً إلى حد ما، معروفاً بالخوف من الحوادث والصلاة في الطريق أحياناً. تزوج هذا الشاب الصغيرة وسكنت معه، ثم سكنت لوحدها في شقة داخل عمارة يسكن فيها أهل عائلتها. الزوج عادة يغيب في السفر لعدة أيام، إذ طبيعة عمله تتطلب ذلك. في صباح ما، عثر عابرون قرب الطريق على كيس أسود كبير، ميكا، يحتوي أجزاء من جسد بشر، أطراف وأجزاء من صدر. ثم توالى وصول الشرطة ومسرح الجريمة. الشرطة الجنائية والطبيب الشرعي عملوا على المعاينات، وفي البداية بدت الجثة مقطعة، والبحث بدأ فوراً لتحديد هوية الضحية عبر بصمات اليدين والوثائق. بعد الفحص والتدقيق تبين أن الضحية هي المرأة الصغيرة. عثر داخل الكيس على رأس وجسد مقطع، ثم تبين أن أجزاء أخرى وجدت في مواقع مختلفة، وأن الجنات حاولوا إخفاء الأدلة، لكن لهم آثار دم وأدلة داخل شقة الزوجية أيضاً. أبلغ أهل الضحية وأبلغ زوجها الذي كان في رحلة عمل. الزوج بدأ صادماً ومصدوماً، وأخبر المحققين أنه لا يشتبه بأحد ولا يعرف سبب لذلك. قال إن زوجته كانت تتصل به يومياً مرتين عموماً، وأنه في تلك الأيام لم يتلقى اتصالاً منها رغم أنه عاد بعد أن علم له الخبر. هذا مثل نقطة اشتباه أو ما ينسب إلى الشك حول غياب الاتصال. الشرطة تحققت من سجلات تنقلات الزوج واستهلاكه الزمني، تواصلت مع شركته ومع زملائه، ولم يكن هناك دليل قاطع ضده، لكنه ظل ضمن دائرة التحقيق لأن الزوج هو الأقرب. الجيران أيضا أفادوا بأنهم لم يروا شيئا مريبا في الليالي السابقة، وأن لا صوتا ولا طلب نجدة سمع من الشقة. أما أصحاب المحال فقالوا أنهم لم يروا السيارة أو الشخص المشتبه به. أما المرأة الكبيرة صاحبة الصغيرة فقد لفتت انتباه المحققين لأنها كانت قريبة منها، وكانت تعرف تفاصيل كثيرة عن حياتها وعلاقاتها، ومع ذلك لم تحضر جنازتها ولم تزر بيتها في أيام اختفائها، رغم أنها كانت صديقة مقربة في السابق. هذا أثار شكوكا واستدعى الاستماع إليها. امرأة أخرى كانت شاهدة أو كانت تحدثت مع الضحية سابقا، روت أنها بعد صلاة المغرب رأت سيارة أجرة تتوقف أمام العمارة، ونزل منها رجل وامرأتان مغطيتان حملتا حقيبة كبيرة ودخل العمارة. الشاهدة قالت أن الأشخاص الملامح لم تبدو مألوفة، وأن الرجل بدا عاديا لكن تصرفهم غريب. بعد ذلك دخل المشتبه بهم حسب افتراضها وشابت الشكوك. التحقيق توسع. الشرطة أخذت إفادات من سكان العمارة التي تضم 11 عائلة، فلم يدلي أحد برؤيتهم، ولم يصرح أحد بدخولهم أو خروجهم، ما عزز احتمالية إقدام قاتل أو قاتلين على فعلهم. مسلسل التخطيط. حسب التحقيقات والتحريات اللاحقة اتضح أن الجريمة كانت مخططا لها، وأن الضحية تعرضت للعنف الشديد ثم قطعت أجزاء. الجنات وفق الرواية التي جمعتها الشرطة كانوا جماعة صغيرة، رجل مدبر أحيانا يشار إليه بمول الطقسي أي سائق التاكسي الذي سهل المهمة، وامرأتان، إحداهما الكبيرة صاحبة الضحية، والأخرى ثالثة لها سوابق وصفات اجتماعية سيئة،
حسب أقوال الشهود مدمنة الخمر أو لها سمعة سيئة، هن اتفقن على الانتقام من الضحية بدافع الغيرة والحقد، بحجة أن الضحية حصلت على زواج أو علاقة ما قبلهن، فخططن لخطفها وقتلها ثم التخلص من جثتها. صار المخطط كما يلي في أقوال بعض المتهمين والشهود: جلبوا سيارة، أوصدوها وأمسكوها داخل الشقة، أحدهم أغلق فمها وكممها، وتم الاعتداء عليها جسديا وذبحوها أو قتلوها بأدوات حادة، ثم قطعوا الجثة إلى أجزاء ووضعوها في أكياس سوداء كبيرة، الميكات. بعد ذلك نقلوا الأكياس إلى مكان آخر ورميوا أجزاء منها في مواقع مختلفة، وحاولوا تنظيف آثار الدم داخل الشقة، لكن لم يتمكنوا من إخفائها بالكامل، فتبقت آثار أثارت الشكوك. في التحريات مواجهة وأمام ضغط التحقيق والمواجهات التقليدية مع المشتبه بها الكبيرة، اعترفت الأخيرة بأنها كانت تغار من الضحية، وأنها حزنت لأن الضحية تزوجت قبلها أو قبل أن تسبق بها، وأنها شعرت بأن الصداقة انتهت، وأن الضحية كانت تشكك بها وتقلل من شأنها. هذا دفعها للتخطيط مع صاحبتها الثالثة ومع أحد معارفهن سائق الطقس للانتقام وقتل الضحية. الاعترافات رواها المحققون لاحقا، وقدمت أدلة تشير إلى مشاركة هذه المجموعة الثلاثية في تنفيذ الجريمة والقتل والتمثيل بالجثة. الدافع كان انتقاما بلا سبب حقيقي سوى الحقد والغيرة، وأن الفاعلين كانوا متقنين في تنفيذهم للجريمة، لأنهم كانوا واثقين أن لا أحد سيأتي، وذلك لأن زوج الضحية غالبا خارج المدينة أو في سفر دائم، والعائلة لا تزورها كثيرا. كما أشار إلى أنهم خططوا لطمس الآثار وتنظيم الأمر كي يبدو أن الضحية اختفت أو هربت، لكن العمل الجنائي الحذر لم يحكم جيدا، فترك أثرا وفتحت الشرطة باب التحقيق الذي أدى في النهاية إلى كشف الوقائع. الجيران اندهشوا، والنساء الباحثات عن مسببات الخلاف تنبهوا إلى أن أمورا سلبية كثيرة تنبث من الحسد والغيرة بين الصديقات، وأن الطلاق والزواج والوساوس الاجتماعية يمكن أن تفضي في بعض الحالات إلى مآسي. كما يذكر أن بعض العوائل ترفض الذهاب لزيارة بنت متزوجة بعد خلافات عائلية، وأن هذا الفتور الاجتماعي قد يسهل ارتكاب جرم من هذا النوع إذا دعت الحاجة. الجريمة فيها عبرة، والغيرة والحقد يؤديان إلى عواقب وخيمة، ويقول أن القصة مأساوية وتستحق أن تصل كدرس للناس كي يتداركوا علاقاتهم، وأن يكون التنافس صحيا ومحترما دون تجريح أو إهانة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر معا في قصص جديدة ومشوقة.